شهدنا وسمعنا العديد من حالات التشوهات الخلقية والتي تزايدت بشكل مخيف خلال الأعوام السابقة، غير أن في محافظة تعز توجد حالة نادرة ربما لم يسبق أن شوهدت من قبل أو حتى سمع بها. إنها حالة إنسانية غريبة ومعجزة إلهية في آن واحد. لم تكن حالة الطفل عمر في الأشهر الأولى من حياته طبيعية، هذا ما لاحظاه والديه اللذان انتظراه طويلا لأكثر من 16 عاما، إذ لم يسبق لهما أن رزق بمولود من قبل، إذ شاهد والديه أن شيئا ما يتحرك في بطن الطفل عمر وأنه يتألم بشدة كلما تحرك ذلك الشيء. يتحرك بعض الحالات يكون يطلع وينزل يتحرك، بعضها لقد دخل بعض الحالات يدخلون تحت القشاب حقه يقول نصيح يصيح الخلفة يصيح مرة يكون يصيح يدخل تحت القشاب حقه، يدخل هنا عند مسموح يصلي عند المعدة حقه عند جزء من حقه يتألم مرة. قالوا حاجة نادرة جدا في اليمن، يعني نادرة في العالم ما هوش في اليمن على مستوى اليمن، انه قالوا نادرا لانه اللي داخله يعني قالوا تحصل بس تحصل لكن اللي داخله ميت، لكن هذه نادرا لانه اللي داخله حي. كان لابد من والده أخذه إلى أحد المراكز التشخيصية أجريت عملية التشخيص لعمر، فكانت النتيجة غير متوقعة، إذ كشف التشخيص أن عمر يحمل جنينا في أحشائه. وما زاد الأمر غرابة أن الجنين يحدث حركة بين حين وآخر كأنه حي. أعيد بعدها عمر إلى المنزل، وذلك لعدم قدرة الأب على دفع تكاليف إجراء العملية لإخراج الجنين من بطنه كما يقول والده. وظل الخبر طي الكتمان ل5 أشهر، وما إن سمعنا بالقصة توجهنا إلى منطقة أجلة قرية النور خارج مدينة تعز حيث مسقط رأس عمر لملامسة هذه المعاناة عن قرب. طلبوا ايش عملية، قالوا انه هنا ما فيش تخصص يعني اجراء خاص اطفال، يعني لو كان في الخارج عاد احسن من هنا ب1000 مرة. حاولنا بعدها أخذ المعلومات من بعض الأطباء لمعرفة شيء من تفاصيل حدوث مثل هذه الحالة، إلا أنهم أبدوا استغرابهم أيضا منها. هناك حالات نادرة أخرى قد تشابه هذه الحالة في الغرابة نسمع بها، لكن الأسباب التي تحدث انحرافا أو تغييرا في الجينات البشرية تظل غامضة ما لم يكشف الطب عنها لإنقاذ الأجيال اللاحقة من حالات التشوهات الخلقية المتزايدة. لبرنامج اليمن في أسبوع، صلاح السامعي، محافظة تعز.